اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات، واهلا بكل الاصدقاء اللي اشتركوا بالقناة ومن كل البلاد. احنا النهاردة ان شاء الله معانا رسيفر ميني. طبعا الاشارة بتاعته قطعة بسبب مقاومة محروقة. بسبب المقاومة المحروقة دي يا اصدقاء، طبعا المقاومة دي مفقود قيمتها، او انا معرفش، طبعا المقاومة دي مجهولة بالنسبة لي، معرفش قيمتها. طيب الريسيفر كله انا فحصته وكل حاجة فيه تمام، مفيش غير المقاومة دي والاشارة قطعة بسببها. انا هعمل ايه؟ ده كده فيديو النهاردة. تابعونا علشان نعرف قيمة المقاومة دي، او نعرف نجيب قيمة المقاومة المحروقة او المقاومة المجهولة دي ازاي. تابعونا. الحقيقة أنا كنت عامل فيديو على القناة قبل كده عن برضو مقاومة محروقة برضو في ريسيفر، والحقيقة إن أنا جاني بعد التعليقات إن أنا عملت على ريسيفر تمام. يعني أنا كنت بشرح مثلا على الريسيفر ورحت جايب ريسيفر تاني زي كده تمام وشغلته تمام. انا شغلت الريسيفر التاني يا اصدقاء علشان انا بقول لك انت امتى هتعمل ستوب بالمقاومة دي تمام. فانا عملت الفيديو بتاع النهاردة ده، او بعمل الفيديو بتاع النهاردة ده علشان ارد على التعليقات او على الناس اللي علقت دي. اولا انت كده وضحت لي ان انت ما سمحتش الفيديو كله للنهاية، دي اول حاجة. الحاجة التانية ان انت كده ما فهمتش الفيديو وما فهمتش ان انا قلت ايه في الفيديو. دي الحاجة التانية، لان انت لو فهمت انا قلت ايه في الفيديو، انا لو هنرجع للفيديو السابق، انا قلت انا بشغل الريسيفر التاني ده علشان امتى تعمل ستوب. يعني انا دلوقتي بلف اهو عشان اقلل المقاومة تمام. انا بلف كده عشان اقلل المقاومة اهي تمام. امتى انا هوقف؟ لما الاقي الحاجة اشتغلت قدام. طيب انا دلوقتي بشرح على رسيفر مش هيشتغل تمام، مش هيشتغل، انا بوريك الفكرة بس عليه تمام. فانا جايب لك رسيفر تاني عشان اول ما تشوف الرسيفر ده هيشتغل اقول لك هوب انا وقفت اهو، يبقى كده كأن الرسيفر ده اشتغل. مش انا بقى يعني مش انا دلوقتي بخدعك بقى وبعمل مثلا بعمل على رسيفر وبشغل رسيفر تاني. ما أنا بس احنا ما بنحبش الخداع تمام. واحنا في فيديوهاتنا كلها فيديوهاتنا سليمة، بنحبش ان احنا نخدع المشاهد، وبنحب نطبق كل حاجة زي ما الكتاب قال تمام. انا دلوقتي بقول لك ان انا هعمل كده اول ما اشغل الريسيفر ده، معناه ان انا بقول لك استوب، معناه ان انت تقف، مش ان انت تفضل بقى تقلل قيمة المقاومة. فاهمني؟ ده كده كان رد على الناس اللي هي بعتت لنا التعليقات. وهنبدأ دلوقتي نعمل بقى الفيديو بتاعنا او الفيديو بتاع النهاردة. الريسيفر ده تعطل معايا مثلا بسبب الاشارة تمام. ايه اللي انا هعمله بسبب المقاومة اللي هي المحروقة دي؟ ايه اللي انا هعمله؟ انا هجيب مقاومة تكون قيمتها كبيرة، ولو يكن مثلا على طريقة المثال مثلا دي مقاومة 100 كيلو تمام، وفي الطرفين بتوعها طبعا هي لها 3 اطراف. هاخد الطرف اللي في المنتصف مع اي طرف من دول تمام، زي ما انا لحم السلكين كده. لحمت السلكين دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هاجي لحم الطرفين دول تمام في المقاومة اللي هي المحروقة دي، او مكان المقاومة اللي هي المحروقة دي. مثلا دي المقاومة المحروقة يبقى هلحم هنا وهنا تمام. لحمت دلوقتي السلكين او الطرفين بتوع المقاومة اللي هي المحروقة تمام. هعمل ايه بقى؟ هبدأ ان انا دي قيمتها 100 اوم تمام، قيمتها 100 كيلو قصدي. طيب هبدأ اقلل كده، هتبدأ المقاومة ال100 كيلو دي تقل معايا، يبقى مثلا 90 85 80، هتفضل تقل معايا. اذا لما هتقل معايا يبقى انا هراقب لما الجهاز يشتغل. طيب هراقب لما الجهاز يشتغل ازاي؟ هوصل فيه الكهرباء. طيب بما ان انا بعمل مثال على ده، يبقى انا جايب لك ريسيفر تاني علشان اقول لك امتى تعمل ستوب. هو ده اللي احنا عملناه الفيديو السابق اهو. كده وصلنا دلوقتي الكهرباء هنا مثلا اهو، او هنوصل هنا. طيب وانا دلوقتي شغال على الريسيفر، لقيت الريسيفر اشتغل معايا. اشتغل معايا ازاي؟ اهو
انا كنت موصله مثلا الكهرباء كده بالشكل ده في الريسيفر ده. الريسيفر دلوقتي اشتغل مثلا معايا اهو، وانا شغال لف كده، تمام اهو. لقيت كده اوقف بقى. هو ده اللي انا عملته الفيديو السابق يا اصدقاء، تمام. مش ان انا بقى بشغل على واحد وبعمل على واحد، لا، انا بوريك الفكره، بس بوريك ان انت هتعمل ستوب امتى. ما انا دلوقتي الريسيفر اشتغل معايا، وانا دلوقتي عمال الف. طب ما انا كده الريسيفر مش هيشتغل معايا، عشان انت كده هتحط مقاومة غير المقاومة اللي هو اشتغل عليها. انا بوريك مثال، بس مثال ان انت تعمل امتى ستوب. انا دلوقتي بلف اهو، لقيت الريسيفر اشتغل معاي، خلاص انا كده وقفت، تمام. هي دي الفكرة بس، انما انا مش بشغل على ريسيفر تاني ولا اي حاجة، تمام. بنعمل ايه بعد كده بقى؟ بنجيب المالتيمتر بتاعنا بالشكل ده كده على وضع مثلا 200 كيلو، وببدأ ان انا اقيس المقاومة اللي انا وقفت عندها لحد ما الجهاز اشتغل معايا، تمام. ببدأ احط المجسات كده اهو بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده. كام يا اصدقاء؟ 77 كيلو. يبقى اذا الريسيفر اشتغل معايا عند 77 كيلو. يبقى انا هجيب مقاومة 77 كيلو، بقلع بقى الطرفين دول من مكان المقاومة المحروقة، وبجيب مقاومة عادية 77 كيلو بلحمها، بلاقي الريسيفر اشتغل معايا. ان كان جايب عطل اشارة زي ده كده هيشتغل معايا. ان اي عطل تاني والمقاومة المحروقة او المقاومة المفقودة دي مش عارفين رقمها، هنعرف نجيبها بهذه الطريقة. يا رب اكون وضحت هذا الفيديو عن الفيديو السابق. انا عملت الفيديو ده مخصوص علشان اوضح بعض التعليقات اللي جاتني، اللي هو بيقول لك انت بتشغل على جهاز. لا، انا يا جدعان ما بشغلش على جهاز تاني، انا بوريك امتى هتعمل ستوب. يا رب تكون الصورة وضحت. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد.